الانزلاق الغضروفي اللي بيخوف كل الناس دلوقتي بقت العمليات سهلة قوي، يقدر يخرج في نفس اليوم. قبل ما نتكلم على الانزلاق الغضروفي عايزين نقول ايه هو الغضروف اولا. الغضروف عبارة عن وسادة ما بين الفقرات بتتميز بصفتين، والصفتين مضادتين لبعض. الصفة الاولانية هي المرونة، والصفة الثانية هي الصلابة. طب ازاي يبقى مرن وازاي يبقى صلب في نفس الوقت؟ الموضوع ببساطة ان الغضروف عبارة عن مادتين. مادة اسمها نواة الغضروف، دي مادة لينة موجودة في منتصف الغضروف، ومادة تانية عبارة عن كيس الغضروف الموجود بصلابة شديدة مكون من 7 طبقات. النواة نفسها موجودة تحت ضغط عالي جدا في الكيس بتاعها. النواة تدي المرونة والكيس يدي الصلابة. نبتدي نتكلم بقى ايه هو الانزلاق. الانزلاق عبارة عن تشقق في جدار الكيس بتاع الغضروف، فبيبتدي يحصل التشقق من جوه لبره. الطبقات تبتدي يحصل فيها زي كراكس او كسور او شقوق. طيب الشق اللي ابتدي يحصل ده، بما ان احنا قلنا قبل كده ان النواة موجودة تحت ضغط، تبتدي النواة تزق نفسها في الحتة الضعيفة اللي هي ابتدى يحصل فيها الكراك او الشق اللي موجود في الغضروف. يبتدي يحصل بروز للغضروف. هو ده الانزلاق الغضروفي ببساطة. تبتدي الاول يحصل الضعف او الكراك ده، بيبتدي يحصل في الطبقات من جوه لبره لغاية ما تاخد كل الكيس، يبتدي النواة كلها تخرج من جوه لبره خالص. وهو ده اللي بنسميه الانزلاق الغضروفي المنفجر او الاكسترودد ديسك. المركز الطبي للمقاولين العرب، خبرة، ثقة، تميز.